في سابقة خطيرة كشفت تفاصيل مثيرة للغرب، أين فجرت زوجة نتنياهو المدعوة سارة مفاجأة من العيار الثقيل في تصريحات غير مألوفة تجاه شعب بأكمله، وصفته بالتخلف وبألفاظ مهينة ومشينة في نفس الوقت. بينما ما زال الشعب المروكي يتباهى ويتفاخر بكل فجور واشمئزاز بعلاقاتهم مع الكيان الصهيوني، ووصفت سارة نتنياهو الشعب المغربي بالشعب المتخلف بعدما تم وصفهم سابقا من طرف الكيان بقردة البابون. بل راحت لأبعد من ذلك، فقد أكدت في تصريحاتها بأن المغاربة خلقوا ليكونوا خدما لغيرهم. هذه التصريحات وغيرها لا يقبلها أي شعب حر على نفسه، لكن للأسف المخزن المغربي جعل من شعبه خدما وعبيدا للأسرة العلوية وخداما للكيان الصهيوني. وتأتي هذه القضية في وقت يسعى فيه نظام المخزن المغربي تطوير مسار التطبيع الذي ينتهجه دون وضع أي اعتبار أو كرامة للشعب المروكي الذي يتعرض للإهانة والتهجير والحرمان من أبسط الحقوق لصالح المستوطنين الجدد القادمين من فلسطين المحتلة. هذه التصريحات سربتها صحيفة يدعوت أحرنوت الصهيونية عندما رفع خادم مغربي يعمل في بيت نتنياهو دعوة قضائية ضد عائلته مطالبا بتعويض قدره 450 ألف شيكل صهيوني. هذا وتضع مثل هذه الإساءات الصريحة والمهينة من بيئة القرار الصهيوني الأطراف المؤيدة للتطبيع في موقف حرج للغاية أمام الرأي العام، خاصة في ظل استمرار الحرب على غزة وتسايد الرفض الشعبي للتنسيق مع حكومة اليمين العبري. كما تأتي هذه التصريحات المهينة في وقت تجدد فيه بعض القوى المدنية المغربية دعواتها لإلغاء جميع الاتفاقيات المهينة مع إسرائيل وإغلاق مكتب الاتصال في الرباط، مشددة على أن رد الكرامة الوطنية يتطلب موقفا سياسيا حازما يتجاوز حدود التغاضي أو الصمت الدبلوماسي.